ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي ممكن نعمل تداخل حروف. تمام، جزء يكون محفور وجزء يتساب زي ما هو. ده طبعا بناء على طلب احد الساده المتابعين للقناه. كلمني، بعت لي على الواتساب، قال لي كان عايز يعرف طريقه الموضوع ده. الطريقه سهله بسيطه ان شاء الله، وهنحاول ان انا اشرحها بطريقه تكون سهله، يعني بحيث اسهل عليكم الدنيا اكبر قدر ممكن. تمام. ده الشكل اللي هو المقصود بيه، ان هو عنده حرفين كده اهو، عايز يدخلهم في بعض. انا بصراحه مش عارف يعني ده ايه، لو ده ولا ايه. فانا هنعمل مثلا وليكن حرفين، يعني حرف عربي وحرف انجليزي. اي حرف عادي، يعني مثلا هعمل حرف الام. تمام ماشي، اخليها ميم. وحرف الام بالشكل ده. تمام. وهنعمل لهم تداخل في بعض. هغير مثلا الفونت، اخلي فيه فونت يكون مناسب، مثلا وليكن هشتغل بالفونت ده. بحدد هنا، وبعد كده باجي مغير الخط، خليه الخط ده كده. ودي برضو نفس الكلام، احاول ان انا اخلي خط يكون شكله يكون ملائم، يعني فاهم اللي هو نفس فكرة الخط ده كده. تمام. انا قررت ان انا اشتغل بالخط ده، وهغير خط الانجليزي شوية، اخليه حاجة تكون ارق سنة يعني. وليكن هنشتغل بده كده. تمام. بعد كده باجي ضغط على حرف الدبليو. انا عامل اختصار، تقدر ترجع الفيديو للاختصارات، او لو انت ما عندكش الاختصار ده تقدر انك تخش على اوبجكت هنا، وبعد كده شيبنج، وبعد كده بتعمل ويلد للحرف. تمام، بالطريقه دي. تمام. هنا برضه نفس الكلام، باجي عامل ويلد ليها، وبعد كده باجي على اداه الكونتور، وابدا اللي انا اعمل كونتور صغير بس كده، لو انا عايز بس اتخن، يعني احافظ على الشكل واتخن الخط سنه. تمام، بالطريقه دي كده. وبعد كده بضغط طبعا على كنترول كي، بحيث ان انا افصل الاتنين من بعض، واجي شايل الجزئيه اللي جوه. تمام. هنا بالنسبه لحرف الميم، ممكن برضو ان احنا نكبره هبابه، حاجه صغيره خالص برضو، بحيث ان احنا نديله متانه. ماشي. بعد كده بضغط برضو على كنترول كي، وباجي شايل الحرف الداخلي، وباجي هنا على اداه الشيب تول، وابدا ان انا اصغر الحرف شويه. تمام. انا محتاج ان انا اقصره سنه، لان هو الحرف طويل بشكل مبالغ فيه. باجي طبعا شايل هنا النقط دي عشان تخلي الموضوع انعم شويه. تحاول تظبطها باكبر قدر ممكن يعني. ماشي. ممكن نيجي هنا برضو على اداه الشيب تول. تمام. وبعد كده بنيجي ضاغطين على السهم اللي تحت، وبعد كده نضغط على سموز، ونبدا ان احنا ننعم بس الايه، الطرف من تحت، بحيث ما يعورش، لان دي المفروض ان هي تبقى سلسله او حاجه. بتحتاج طبعا انك تحدد ايه اللي يتحفر وايه اللي مش هيتحفر. تمام. انا مثلا وليكن اخلي هنا مثلا حرف الميم. انا مش عارف بصراحه اظبطها ازاي لأن هي الفكره نفسها غريبه شويه يعني. فوليكن هخليها كده، واخلي دي حرف الميم مش هو اللي هيتحفر، اخليه هو اللي هيبقى الذهبي الظاهر يعني. تمام. بعد كده بعمله اوردر، وخليه فرونت اوف بيج بالشكل ده. وده هخليه مثلا احمر، قال يعني هو المحفور. تمام. ده هيبقى الشكل النهائي. تمام. طب هنعمل ازاي بقى الكلام ده؟ يعني انا لو جيت دلوقتي قصيت، كل ده هيتقص معايا. اول حاجه طبعا بتعملها انك بتاخد نسخه. ماشي. وبعد كده تبدا بقى تشتغل. هشتغل ازاي؟ هاجي لاحم الاتنين دول في بعض، دبليو. تمام كده انا يعتبر عملت الارضيه كلها ذهبي. تمام. لان انا حاليا هتبقى قص بس، يعني خلي مثلا الاوتلاين هنا اهو، خليه ان هو اسود، بحيث ان هو يقص لي الاسود ده. انا كده اعطيله امر ان الاسود ده هيبقى قص، او فهمت المكنه بعد كده لما تيجي تخش على برنامج المكنه ان الاسود ده هيكون قص. تمام. وبعد كده هنبدا بقى نظبط ايه اللي هيبقى قص بس، وايه اللي هيبقى قص وحفر. ماشي. فده البيزمنت او الجزئيه اللي هي الاساس بتاعنا. ماشي. اللي احنا مش هنعمل فيه اي حاجه، هو مجرد هيتقص، وبعد كده هنبدا نشتغل عليه حفر. تمام. فدي خلاص كده معايا ثابته، الدنيا تمام التمام. خليها كلها ذهبي. حلو، بحيث يبقى الدنيا واضحه. طب انا دلوقتي عايز حرف الام هو اللي هيتحفر. هنعمل ايه؟ خطوه بسيطه جدا. هاجي محدد الاتنين دول، طبعا واخد منها نسخه زي ما قلت، عشان فرضا ان العميل قال لك لا يا عم خلي لي الميم مثلا هي اللي حفر. فاهم؟ فانت تبقى ايه،
عارف انت بتعمل ايه. باجي محدد الاتنين مع بعض، وبعد كده بضغط على باك ماينس فرونت. تمام بالشكل ده، باك ماينس فرونت. شايفين اللي حصل؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان انا بقى عندي الجزء اللي هيتحفر، باجي ماسكه بالشكل ده وجاي اعمل له سناب هنا بالطريقه دي، وبكده انا قدرت ان انا اعمل الجزئيه الحفر. يعني هنا اهو المكنه، بيخش على برنامج المكنه، وبعد كده بقول له خليه الاحمر ده تمام حفر، والاسود قص، هتلاقي يظهر معاك في الاخر النتيجه اللي هي بالشكل ده. طب احنا عايزين مثلا ممكن نعمل يعني عايزين نعمل مثلا خط زي كده بتاع الكلام ده كله، هتعمله ازاي؟ برضو دي طريقه سهله جدا باداه الكونتور. بتخش هنا جوه وتعمل مثلا، وليكن هعملها مثلا حاجه كده اي حاجه خلاص، بس انا مجرد اللي انا عايز بس افهمك تعمل ايه. بعد كده تضغط على كنترول كي، وتيجي مخليها نفس اللون بتاع الحفر بالشكل ده. ماشي، ممكن برضو ان احنا نعمل جزئيه تحت بالشكل ده، واجي ماسح دي برضو، واجي محدد الاتنين، وداخل على اداه الجوين كيرفز، وبعد كده بضغط على ابلاي، وهو هيبدا ان هو يلحمها معايا بالشكل ده. ممكن برضو ان انا امسح النقط دي، ماشي، واخليها هنا مثلا احمر. انا بس شرح سريع كده افهمك بس الدنيا بتمشي ازاي وخلاص. تمام بس، وبكده احنا عملنا الشكل بتاعنا. طب بس في تفصيلة انا ما نسيت برضو اقولها، حوار الحلقة دي. الحلقة دي هتعملها ازاي؟ الحلقة دي هتيجي على الاطار اللي هو الاسود، اللي هو اللي احنا اتفقنا ان هو هيكون قص. تمام، وبعد كده هتيجي جايب مثلا دايرة، دي سهلة يعني، اعتقد الحاجات دي سهلة جدا اي حد عارفها وبيعملها. واجي عامل مثلا دايرة تاني جواها، وضغط على كنترول كي، واجي بعتذر، واجي جايب دي مثلا وليكن هنا كده اهو. تمام، وفي الاطار واجي لحمها. تمام، واجي هنا عامل لهم كومباين بحيث تبقى عارف ان هنا دي الفتحة بتاعتك. وبكده انا عملت تقريبا حاجة زي كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه يعني. بس كان معاكم منزل عجوز، اشوفكم فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. النهارده تقريبا 2 شعبان، ف يعني نعمل ان فيديو ينزل النهارده. بس كل سنة وانتم طيبين، دمتم بخير، وسلام عليكم.